اهلا بيكم في فيديو جديد. ما حبيناش نتاخر عليكم اكتر من كده، ورجعنا لكم باقي حلقات مسلسل ماتريال يونيفيرس. واللي ما شافش الجزء الاول هيلاقي لينك الفيديو في الوصف تحت. قبل ما نبدا احب افكركم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بنعمله. نبدأ بقى حلقتنا النهاردة. فبعد ما كسب لين دونج معركة القلعة وحافظ على مدينة الرموز الأساسية وفضلت ملك المعلم الأكبر يان، قدر يرفع مستوى طاقته للمستوى التاني، وبقى معاه كمان الخريطة اللي فيها مكان كنز القدماء. وراح أنقذ أبوه وجده من العصابة وقتل زعيمهم أويان، وفرح بيه عيلته كلها. ومن الوقت ده بدأت عيلة يان تعيش في أمان وتقوى من جديد ويبقى لها كيان. وبقى لين دونج يدرب كل شباب ورجالة العيلة ويعلمهم القتال، وأبوه وجده كانوا فخورين بيه جدا. وفي نفس الوقت ما تكسلش لين دونج عن تدريباته أبدا، وكان بيستعد لأول منافسة هيدخلها بعد سنتين. وفي مرة سمع أبوه شون بيتكلم مع جده وبيقول له إن العيلة الرئيسية هتبعت لهم شخص، وكانوا متوقعين إن ده هيحصل بسبب حاجة عظيمة هتحصل في جبل اللهيب. وقال له شون إن بمستوى قوة لين دونج هيقدروا يكسبوا في منافسة العيلة، وقتها هيقدر ينضم للعيلة الرئيسية، لأنهم دلوقتي مجرد فرع صغير ومواردهم محدودة جدا. ولو قدر لين دونج إنه يهزم لانج شان أقوى واحد في العيلة، واللي هزم شون المسابقة اللي فاتت، وقتها مواردهم هتزيد. وقال الجد إن لازم لين دونج ما يضيعش الفرصة دي من إيديهم. وكان لين دونج فعلا سمعهم وقال لنفسه إن لازم يكون قد ثقة أبوه وجده ويكسب لانج شان في المنافسة العائلية علشان يرجع لهم مكانتهم من تاني، ويقدر جده ينضم للعيلة الأساسية. وجه شياو يان شده ليه وفهم لين دونج إنه عايزه يروح معاه، وفعلا راح معاه. ولما وصل لقى أخته تان وقع على الأرض ومتجمدة كلها، فشالها ونيمها على ترابيزه وحاول يساعدها بقوته. فظهر له القط مارتن، وده كان المرشد الروحي بتاعه، ودايما بيساعده بيقول له كل المعلومات اللي محتاج انه يعرفها. فقال له لين دونج ان عندها مرض بيجمد جسمها كله. فقال له القط مارتن ان ده مرض بيمنع جسمها انه يمتص اي طاقه، وبكده مش هيقدر لين دونج انه يعالجها بطاقته. وكمل القط مارتن كلامه وقال له ان طريقه علاج المرض ده بتكون عن طريق امتصاص انواع مختلفه من الطاقه. وقال له ان طاقه اليان اللي عندهم بتندمج مع طاقه اليانج وبتبقى ليان دان، ودي طاقه مهوله تقدر تقضي على اي مرض، وان لو ملحقش يعالجها دلوقتي بطاقه اليان دان المرض هيقضي عليها وهتدخل في غيبوبه. ومن كتر خوف لين دونج على اخته مسك القط مارتن بقوه وطلب منه يقول له يلاقي فين طاقه اليان دان. فقال له ان لو قدر يلاقي علاج طاقه اليان للبروده هيوصل بسهوله لطاقه اليان دان. فقعد لين دونج جنب تان وقال لها ان بكره من بدري هيروح لمؤسسه الالف ذهب ويطلب مساعدتهم لان عندهم علاقات كتيره. وفعلا راح من بدري وقابل المديره سو، وكانت تعرفه من زمان ومتابعه اخباره، وشكرته على كل حاجه عملها لمدينه يان، وقدمت له هديه الزهره القرمزيه، ودي كانت نادره وغاليه جدا لانها مصدر قوي للطاقه. فشكرها لين دونج على تقديرها ليه، وسالها لو المؤسسه عندها علاج يان للبروده. فقالت له ان المؤسسه مش عندها وان عمرها ما شافته، بس في جبل اللهيب اكتشفوا مقبره، وان ممكن يلاقي اللي بيدور عليه جوه المقبره، وان الاربع عائلات الرئيسيه الموجوده هتبعت اشخاص من عندهم للمقبره. فشكرها لين دونج على مساعدتها وسابها ومشي. وظهر له مارتن وقال له ان دي فرصه كبيره ليه، لانه هيلاقي كنوز كتيره جوه المقبره، وممكن كمان يلاقي القلب السحري، وده عباره عن قلب المقاتل صاحب المقبره. فلما مات المقاتل الكبير ده اتجمدت قوته جوه قلبه، واللي هيلاقي القلب ده ممكن يوصل لمستوى الطاقه الاول، وقتها هتبقى معجزه كبيره. فقالوا لين دونج ان طالما القلب السحري ده حاجه عظيمه كده يبقى اكيد في منافسين كتير ليه، ده غير كمان ان صاحب المقبره اكيد عامل حيل ولعنات وعواقب كتيره علشان يمنع ان اي حد يسرق المقبره، وبكده تبقى المقبره دي خطر جدا. فقال للقط مارتن ان الاولى بيه دلوقتي انه يلاقي علاج اخته، وراح يطمن عليها وطمنها انه هيجيب لها علاج قريب. واتفق مع القط مارتن انه يساعده. وقاطع كلامهم صوت دوشه جايه من بره، وكان عضو العيله الرئيسيه وصل، وكان شخص متكبر جدا وقف يتحدى الكل بقوته وان مفيش حد يقدر يهزمه. وفعلا اي حد كان بيقف قصاده كان بيتضرب، وفضل يستهزأ بكل الموجودين. ولما شافوا لين دونج بيعمل الحركات دي ما قدرش يمسك نفسه وجري عليه ضربه بالقلم بكل قوته، وطلب منهم يتقاتلوا قدام كل الناس علشان يثبت له ان اقوى منه. فوافق. وفي الوقت ده كان الجد بيطلب من لين كير عضوة من العيلة الرئيسية انها توافق تاخد معاها حفيده لين دونج للمقبرة. فقالت له ان دي رحلة خطر جدا، ولو زودت اي حد عليهم المخاطرة هتزيد. وحاول الجد انه يقنعها انه قوي جدا، وراحت شافت القتال بتاعه بنفسها. ولما شافه جده كان عايز يمنعه من القتال، بس لين كير منعته لانها كانت عايزة تعرف قوته قد ايه. وقال عضو العيلة الرئيسية لين دونج ان لو قدر يستحمل 10 ضربات منه وفضل واقف يبقى كسب. وحاول لين دونج انه يضربه بسلاح الجليد اللي اخده من كو، بس التاني دمره بسهولة. فاستخدم لين دونج السيف ليو ووقعه من على المسرح بسهولة، ووقف قال قدام الكل ان العيلة الرئيسية بتتكلم كتير على الفاضي. فرجاله تاني عضو العيلة الرئيسية وعينه كلها شر، واستجمع كل طاقته وكان ناوي يموته. والكل خاف على لين دونج، لكنه استخدم كامل طاقته وصد هجمته وبعده عنه.
وبعدها هاجموا بالأسلحة لحد ما وقعوا في الأرض وخلاه يستسلم، والكل هتف باسم لين دونج وقرب منه جده ومعاه لين كير وقالت له إن قوته كبيرة جدا، ووافقت على طلب جده وضمته للفريق اللي رايح للمقبرة القديمة، وطلبت منه يحضر نفسه بكرة من بدري وسابته ومشيت. وقال له جده إنها رئيسة الفريق اللي بعته العيلة الرئيسية علشان يستكشف المقبرة القديمة، وقال لين دونج إنه هيسافر معاهم وبعد ما يوصل ينتهز أول فرصة ويهرب منهم، لأنه لو فضل معاهم مش هياخد أي حاجة. وقعد لين دونج مع نفسه وقال إنه لازم يزود قوته بسرعة قبل رحلته للمقبرة القديمة، فطلع الزهرة القرمزية هدية سولي وامتص كل الطاقة اللي فيها، وفعلا قوته زادت بدرجة كبيرة. وتاني يوم استنى لين كير في الميعاد زي ما كان متفق معاها، واول ما جت ودعتهم كلهم، وودعهم كمان لين دونج بما فيهم اخته اللي فائت بس كانت لسه تعبانه، واخد شياو يان معاه ومشي مع الفريق لحد ما وصلوا لمنطقه جبل اللهب، وكان المكان مليان وحوش من كل الانواع وخصوصا الوحوش الطايره، وحذرتهم لين كير انهم كمان ممكن يقابلوا قطاع طرق على مستوى عالي من الاجرام، وانهم لو تعرضوا لاي خطر لازم كلهم يتحدوا مع بعض ويكونوا ايد واحده. ورد عليها لين شين اللي هزموا لين دونج وطمنها انه طول ما هو معاهم محدش هيأذيهم، ودي كانت اول مره لين دونج يعرف فيها اسمه. وفضلوا ماشيين لحد ما تعبوا وخيموا في مكان ارتاحوا فيه، والكل نام ما عدا لين دونج. ولما لاحظت لين كير كده راحت قعدت معاه، وهم قاعدين حسوا بحركه غريبه وكأن حد بيجري حواليهم، فوقفوا استعدوا، وفجاه ظهر لهم عدد كبير من قطاع الطرق حوطوهم، ورمى واحد عليهم سلاحه فصدوا لين دونج وزقر شياو يان عليهم. وطبعا المجرمين مهتموش وفضلوا يقربوا عليهم، وخرج من وسطهم زعيمهم العملاق سونج داو وقال لهم ان حظهم وحش قوي علشان كده وقعوا في ايد عصابه الذبح بتاعته. وواحد من رجالته كان عايز يخطف لين كير، فطلعت سلاحها السحري وقتلته بيه بمنتهى السهوله. فغضب سونج داو وامر كل رجالته انهم يقتلوها، وفي لحظه طارت لين كير وبقت تختفي وتظهر وتموتهم واحد ورا التاني، فهرب الباقي منها قبل ما تقتلهم كلهم. وتحدى لين دونج زعيمهم سونج داو، ووقفوا الاتنين قصاد بعض، بس سونج داو كان اقوى بكتير وقدر انه يوقع لين دونج، فاستخدم لين دونج كل قوته لحد ما وقع سونج داو وخلاه يستسلم، ووقع منه قرص طاقة اليان دان واتكسر، وهرب بسرعة قبل ما لين دونج يقضي عليه خالص. وجات لين كير شكرت فيه وفي قوته، فاتحرك جدا وهرب منها وقال لها انه عايز ينام. واخيرا صحي لين شين اللي كل ده ما كانش حاسس باي حاجه، ولما عرف ان في عصابه هجمت عليهم قال لين كير ليه ما صحيتهوش، بس لما عرف منها ان زعيمهم كان معاه طاقه اليان دان سكت. وتاني يوم لما النهار طلع راح لين شين صحى لين دونج ومدله ايده وعملوا باحترام، واتحركوا كلهم وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لنهايه الجبل. وقالت لهم لين كير انهم هيروحوا المعسكر الاول ويقابلوا باقي الناس من العائلات التانيه، وفعلا راحوا وقابلوا هناك اعضاء من الاربع عائلات الرئيسيه الموجوده. وقالت لين كير ان وقت ما يوصل لانجشان هيقضي عليهم كلهم. وبعد شويه وصل لانجشان واقف على ظهره نسر مصنوع من طاقه اليان بتاعته، فضل طاير بيه لحد ما نزله عند المعسكر، والكل من عيله لين هلل وفرح بيه ما عدا لين دونج اللي كان بيخطط ينتقم منه ويهزمه زي ما هزم والده. ووقف وانج يان كبير عيله وانج اتحدى لانجشان اول ما وصل، بس وصل كين شي كبير عيله كين وجه هو كمان طاير على طائر الطاووس العملاق المصنوع من طاقته. وفهم لين دونج ان هو كمان في نفس مستوى التخيل اللي فيه لانجشان، وقال لنفسه انهم تقريبا في نفس سنه لكن قوتهم اكبر منهم بكتير. وقال له القط مارتن ان العالم اكبر بكتير مما هو فاكر، وقال له ان عائله يان العظيمه دي كانت الاول ولا حاجه خالص، وقوت نفسها واحده واحده. فقال لينج دونج انه لازم يزود قوته بسرعه. وفجاه وصلت بنت جميله اسمها كينجزا من عائله كينجزا، وبعد ما اتجمع الاربع عائلات بداوا التحديات. والتحدي الاول كان انهم لازم يعدوا من بوابه وختم سحري، واول واحد حاول هو وانج يان، ولما فشل حاول الباقيين، الوحيده اللي نجحت انها تكسر البوابه هي كينجزا. وعدوا كلهم راحوا على المقبره القديمه، وكان هدفهم هو انهم يلاقوا القلب السحري، ومن ضمنهم لين دونج وشيان يان. واول ما دخل كان مبهور بكل حاجه جوه المقبره، خصوصا تمثال صاحب المقبره اللي كانت الطاقه محوطاه من كل اتجاه. واستغرب جدا لين دونج من كم الطاقه اللي كانت لسه باقيه مع انه مات من سنين كتيره، واتمنى لو كان يشوفه قبل ما يموت. وظهر له القط مارتن وطلب منه يسيبه من الحاجات دي ويركز في اللي جاي يدور عليه لان كله سبقه. فجري على الممر الخامس في المقبره، وجهه مارتن لحد اوضه مقفوله وقال له ان الكنز جواها، وكان باب الاوضه محمي بطاقه اليان. واستخدم لين دونج قوته الروحيه وفتح الباب بسهوله، لقى جوه الاوضه حبوب لطاقه اليان الخام، وطبعا ده يعتبر كنز كبير لان حبايه واحده قد تدريب شهر كامل. وفرح جدا لين دونج انه وصل للكنز ده وقال انه بقى غني، وطلع كيس من معاه وملاه بحبوب الطاقه. وحس مارتن ان في كنز اكبر في الاوضه اللي جنبهم، فوقع الحيطه اللي بين الاوضتين وراح يشوف جوه الاوضه ايه، وراح وراه شياو يان ولقوها مليانه بالحبوب السحريه. وفضل مارتن ياكل منها. وبعد ما لين دونج اخد كل حبوب طاقه اليان الخام الموجوده وملى الكيس بتاعه على اخره، حس ان مارتن وشياو يان مش موجودين،
دور عليهم ولقاهم، فطلب منهم ياخدوا كل اللي عايزينه بسرعة قبل ما حد يوصل لهم، وفعلا كان وصل لهم من شباب العائلات اللي معاهم. والمرة دي استخدم لين دونج قوته علشان يقفل الباب كويس ومحدش يقدر يدخل لهم، وفتح مارتن باب مخرج تاني هربوا منه قبل ما حد يمسكهم. وكل مكان في المقبرة كان مليان بالكنوز، ولين كير وباقي فريقها هما كمان وصلوا الكنز، بس ليو عيلة وانج عنده، فاضطروا انهم يتقاتلوا علشان ياخدوه منه. وقال لهم اللي من عيلة وانج ان الكنز ده اصلا ملك لعيلة وانج، وطلب منهم يبعدوا عنه. ففهمته لين كير ان كل حاجة في المقبرة ملهاش مالك اصلا، وطالما لسه ما اخدش الكنز ده يبقى ممكن هم ياخدوه منه. فعرض عليهم انهم يتحدوا مع بعض ويكسروا حاجز الحماية اللي حوالين الكنز وبعدها يقسموه مع بعض. فوافقت لين كير وفعلا بدأوا يعملوا كده، بس لين شين حذر لين كير من عيلة وانج وقال له انه شكله بيخدعهم وناوي يغدر بيهم. قالت له لو عمل كده يبقى هو اللي جنى على نفسه بالقتال معاهم. اما لين دونج فكان ماشي فرحان جدا بالكنز اللي اخده، وراح على الأوضة الرئيسية، وهناك لقى لين كير وفريقها مع عيلة وانج. والكنز اللي هناك كان عبارة عن 6 قطع سلاح سحري قوي جدا، فراح ساعدهم في كسر حاجز الحماية، وفضل يختار سلاح منهم لنفسه لحد ما اتكسر حاجز الحماية، فجري على السلاح اللي عجبه وكان نفسه ياخده. اما اللي من عيلة وانج فأمر فريقه انهم يهجموا على لين كير وفريقها، بس لين كير حذرته انهم لسه ما وصلوش للكنز، وهو اكيد مش هيحب انها تقتل له كل فريقه. فبعت 2 من فريقه علشان يقتلوا لين دونج، وحس لين دونج ان ما عندوش وقت ليهم، فبعت لهم سلاحين يقتلوهم، وهو حاول يوصل للسلاح اللي في الكنز، وفضل السلاح يطير ويبعد عنه لحد ما شافوا اللي من عيلة وانج وقرر ياخده ويسحبوا ليه. فاستخدم لين دونج قوته وبعدوا عنه، وابتدى التحدي بينهم، واللي كسب في الاخر وفاز بالسلاح كان لين دونج. فقرر اللي من عيلة وانج انه ينتقم منه ويقتله، وقاتل لين دونج المرة دي بسلاحه الجديد اللي كانت قوته مالهاش حدود، وقدر يهزم بيه اللي من عيلة وانج ويوقعه في الارض. فامر وانج كل اعضاء فريقه انهم يهجموا على لين دونج ويقتلوه، والمرة دي اتدخلت لين كير وفريقها ودافعوا عن لين دونج لانه واحد من عيلتهم. وقالت لعيلة وانج انهم لو حاولوا يقربوا من لين دونج هتوقفهم عند حدهم. تراجعت عيلة وانج وهم بيتوعدوا ليهم كلهم، واستأذن لين دونج من لين كير بانه يسيبهم ويدور في المقبرة لوحده، لانه عايز يدور على طاقة اليان المركزة واللي اسمها طاقة التنين سالفيا. وطبعا راح معاه شياو يان ومارتن، وفضلوا ماشيين في مكان شبه المتاهة، وفجأة بدأ المكان يتقفل على بعضه جزء جزء. فجري لين دونج قبل ما يتقفل عليه ويموت، وفضل يغير اتجاهه ويجري بكل سرعته بين حيطان المتاهة علشان يخرج منها، لحد ما دخل في بوابة نقلته هو وشياو يان لمكان تاني غريب، ولقوا نفسهم بيقعوا من ارتفاع عالي جدا لحد ما اصطدموا بالارض. ولقى لين دونج جمجمة واجزاء من تمثال مكسور. اول ما شافهم خاف وارتعب، فقال له مارتن ان ده مجرد تمثال حد كسره ودمره، وانهم لازم يتجاهلوه خالص ويركزوا في حاجات تانية اهم بكتير. واخد ومشي بيه خطوتين، فلقوا قدامهم تمثال تنين وحواليه بركة مية فيها طاقة تجميد بحجم كبير جدا. فجري لين دونج من غير تفكير عليها، بس مارتن وقفه بسرعة وحذره، وقال انه ممكن طاقة يان للتجميد دي تقتله في لحظة، ومسك حجر رماه في البركة علشان يثبت له، وقال له لو نقطة واحدة من المية جت عليه هيتجمد كله فورا. وفعلا الحجر اتجمد خالص. فاستخدم لين دونج قوته الروحية علشان يوصل للتنين، لكن المفاجأة ان التمثال اتكون مع بعضه وهجم عليه لين دونج. وقال مارتن للين دونج ان التمثال ده هو رمز لصاحب المقبرة، وانه لازم يكون حريص ويخلي باله كويس علشان التمثال ما يأذيهوش. وفعلا حس لين دونج ان التمثال هجماته سريعة جدا، وحتى الأسلحة ما كانتش بتأثر فيه لأن مصنوع من معدن صلب. وقال مارتن ان النوع ده محصن ضد السهام والأسلحة، وانه لازم يدور على طريقة تانية علشان يقدر يقضي عليه. ولفت انتباه لين دونج ان في راس التمثال من ورا رمز المتاهة، وقال لنفسه ان دي ممكن تكون نقطة ضعف التمثال، فاستخدم قوته وهاجمه بيها وخلاه ينشغل في صدها، وضربه بسلاح في رمز المتاهة ورماه في بركة المياه المتجمدة، واخيرا نجح في انه يقضي عليه. واخد التنين ولسه هيمشي ظهر له تمثال تاني بس ما كانش بيتحرك، وحتى العلامة اللي فيه ما كانتش متفعلة زي اللي قبله. فقال له مارتن ان لو باع جزء من طاقته ليه وفعله هيبقى ملكه وينفذ كل اوامره. وفعلا عمل كده لين دونج، بس التمثال مرضاش يتحرك لانه كان محتاج طاقة يان الخام المركزة. وقال له مارتن انه يحتاج حوالي 2000 حباية. وطبعا لين دونج ما هانش عليه يضحي بالحبوب دي كلها، فاخد التمثال معاه وقال انه لو احتاجه هيبقى يديله الحبوب، وبدأ يدور على مخرج من المكان. ودل مارتن على طريق وسط الحمم البركانية، فضلوا ماشيين فيه لحد ما وصلوا المكان علشان يعدوه لازم يتنقلوا بين الصخور وسط الحمم البركانية. وفعلا ساب شياو يان مستنيه على الحبل ونط على حجر كبير علشان يتأكد ان الطريق آمن وان فعلا في مخرج في نفس الطريق. وفي الطريق حذروا مارتن بان في معركة وقتال تاني هيدخل فيه قريب. فاستغرب جدا لين دونج من كلامه لان الدنيا كانت فاضيه جدا ومفيش حد ممكن يطلع له في وسط الحمم دي. لكن مارتن كان عنده حق لانه خرج له تعبان عملاق من النار، وبدأ التعبان يهاجمه ويرمي عليه كرات نار.
واستخدم لين دونج كل أسلحته علشان يحمي نفسه، لكن التعبان كان قوي جدا وحدفه في النار. بس لحسن حظ لين دونج إن مارتن كان معاه ولحقه ورجعه تاني للحجر اللي كان واقف عليه، وقال له لازم يحاول يضرب التعبان بالسلاح اللي أخده من المقبرة. وفعلا مسكه لين دونج واستحضر قوة التجميد عليه وضرب بالتعبان، بس التعبان ما كانش بيموت. وبعد وقت طويل من القتال فهم لين دونج إنه طول ما هو واقف وسط الحمم البركانية هيفضل التعبان يهاجمه، وعلشان كده قال لمارتن إن أكيد الحمم البركانية اللي هم ماشيين فيها مجرد خيال زيها زي النسر اللي كان راكبه لانج شان، وقرر إنه ينزل فيها ويبعد عن التعبان اللي بيرمي عليه كرات نار حقيقية وممكن يموته. فحذره مارتن لأن لو طلع تخمينه غلط والحمم البركانية كانت حقيقية وقتها هيموت. فقال له لين دونج إنه لازم يخاطر ونط في الحمم البركانية وطلعت فعلا زي ما كان فاكر. وفضل عايم فيها لحد ما شاف لانج شان ووانج يان وكمان كينشي هما التلاتة واقفين على حجر في الحمم البركانية والتعابين محاصراهم من كل اتجاه. ولما بص للقاع شاف متحف، وقال مارتن ان اكيد القلب السحري موجود فيه. فنزل له لين دونج وفعلا اول ما دخل لقى القلب السحري قدامه، وقبل ما يقرب منه لقى كينجزا وصلت له. فقال لها انه مش هيقاتل علشان الكنز ده لانه اصلا مش عايزه، وانه كان جاي بس علشان يشوفه مش اكتر. وتعرف عليها وهي شكرته انه احترمها وساب لها الكنز. وكان مارتن مستغرب جدا من تصرفه، وقال ان اكيد لين دونج معجب بيها وعلشان كده اتخلى عن القلب ليها. وبعد ما كينجزا امتصت قوة القلب بعد محاولات كتيرة منها لان القلب حاول يهرب منها، طلبت من لين دونج ان ما يزعجهاش لانها تتمرن. فاتحرك جدا لين دونج ومشي، ولقى في وشه تابوت وتمثال واحدة واقف عنده، وعرف انه تابوت صاحب المقبرة. فوقف عنده وشكره على كل الحاجات اللي لقاها في مقبرته، ولاحظ ان في كلام مكتوب عرف منه ان القلب يستحق واحد يكون طيب القلب وعنده استعداد للحب، لكن اللي هياخده بالعافية هيتحرق. ولما بص على كينجزا لقاها فعلا بتتألم لان القلب رفضها ووقعت على الارض كمان. وقالت لنفسها ان قوة القلب كبيرة قوي، ولو ما خرجتش منها جزء واستخدمتها هتدمرها خالص. واول حاجة عملتها انها دمرت التابوت الموجود. وشافت لين دونج وهو بيحاول يهرب ووقفته وطلبت منه يديلها طاقة اليان بتاعته. ومارتن حذره انه لو عمل كده هيبقى بيدمر نفسه وهيخسر كل مستويات الطاقة اللي وصل لها قبل كده. فرفض لين دونج طلبها واستأذنها ومشي. وقتها وقفته كينجزا وضربته بقوة، مش بس كده ده كمان كتفته. وقتها ظهر صاحب المقبرة بنفسه وقال لها انها دمرت التابوت بتاعه وسرقت قلبه، وسألها لو كانت هي ولين دونج بيحبوا بعض. فرد عليه لين دونج وقال له لا. فقال لكينجزا طالما مش بتحبي يبقى ما تستحقيش القلب. وسحب قوتها وكتفها وحرر لين دونج وطلب منه يهرب بسرعة. وبعد ما لين دونج هرب رجع له تاني وطلب منه يسيب كينجزا وما يأذيهاش. فاستغرب جدا صاحب المقبرة من اللي عمله لين دونج وسأله ايه علاقته بيها. فقال له ان دي اول مرة يشوفها فيها. ففهم صاحب المقبرة ان لين دونج حب كينجزا من اول نظرة، وادالهم هما الاتنين قوة قلبه. فاغمى عليهم، ولما فاقوا لقوا نفسهم طايرين وفراشات الحب بترفرف حواليهم وكأنهم هايمين في دنيا تانية. واختفت الحمم البركانية. فراح لانج شان ووانج يان وكينشي على المتحف، وفجأة فاق لين دونج وجرى علشان يهرب من كينجزا، واكتشف ان قوته زادت لمرحلة اليان دان الأعلى. وكانت كينجزا وراه عايزة تقتله بعد ما اتجرأ وحبها، لكنها ما قدرتش تعمل كده لأن من الواضح ان هي كمان حبته. ووصل لانج شان واللي معاه وفهموا ان كينجزا هي اللي اخدت القلب السحري، وما يعرفوش ان لين دونج هو كمان اخد قوة القلب السحري معاها. ولما جه لين دونج يمشي وقفته كينجزا ومشيت معاه. وقبل ما يخرجوا من المتحف وصلت فرق كل العائلات، والراجل اللي من عيلة وانج أخد منه لين دونج السلاح القديم اللي كان عايزه وراح اشتكى لوانج يان. فوقف لين دونج وبقى عايز ياخد منه السلاح بالعافية، وشرح لين دونج الموقف اللي حصل قدام الكل، وان الأسلحة اللي كانت موجودة ملك لأي حد ياخدها، وهو سبق واخد السلاح ليه. ومع ذلك فضل الشخص اللي من عيلة وانج يعمل مشاكل وقال ان السلاح ملك لعيلة وانج. ولما كل الموجودين اقتنعوا بكلامه ولاموا عضو عيلة وانج، كدب كلامه وقال ان هو اخد السلاح الاول ولين دونج سرقه منه. ففكروا لين دونج باللي حصل، ومع ذلك وانج يان وقف في صف اللي تبعه ومهتمش بكلام لين دونج. ولما اكدت لين كير على كلام لين دونج سكتها لانج شان وقال لها ان دي اول مره يشوف فيها لين دونج. ولما سالها هو ابن مين في العيله، فقالت له انه من فرع العيله. فسخر من لين دونج وراح قال له يدي السلاح اللي معاه لعيله وانج ويتاسف لوانج يان كمان. وطبعا لين دونج ما عجبوش الكلام وقال لانج شان انه ظالم. فهاجم عليه لانج شان اللي اعتبر ان كلمته دي اهانه كبيره ليه، وحاول لين دونج يصد ضربته بس ما كانش قادر يستحمل. فلحقته لين كير وقالت للانج شان ان لين دونج يعتبر واحد من العيله وما ينفعش يهينه قدام الكل كده. فاداله فرصه تانية وعمل ايد عملاقه. فوقفه وقال له ان لو قدر يخرج منها هينسى اللي عمله معاه، ولو فضل تحت الايد فهتموته. وحاولت لين كير تقنعه يسلم السلاح ويتأسف بدل ما يموت، لكنه رفض وقبل التحدي.
وفضل يحاول ولانج شان يصعب التحدي عليه وكان خلاص هيموت، فافتكر أخته إن لازم يوصل لها علاجها، وافتكر جده وأبوه إنهم حاطين عليه آمال كتيرة، واستجمع قوته وقام وقف من تاني وفضل يحاول لحد ما كسب التحدي، وقال للانج شان إنه هيردوا له اللي عملوا معاه أضعاف، وسابهم ومشي. وبعد ما بعد عن الكل قعد يستجمع قوته، لكن اللي حصل معاه فضل في باله، وتوعد لانج شان انه هيهزمه في منافسة العيلة بعد سنتين. فقال له مارتن ان سنتين ده وقت قليل ومش هيقدر يوصل لقوة لانج شان في الوقت ده. فافتكر لين دونج انه يقدر يبقى اقوى منه كمان لو عرف يوصل لكنز القدماء، وطلب من مارتن انه يساعده، وقرر يرجع تاني للمدينة القديمة، بس اتفاجئ بان حد بيحاول يهجم عليه، وطلع ده وانج يان اللي راح وراه علشان ينتقم منه ويقضي عليه. فبعت لين دونج تنين السالفيا مع شياو يان وقال له يوصله لاخته تان، ووقف يقاتل مع وانج يان بمنتهى الشجاعه، واستخدم السلاح السحري سبب المشكله كلها وصد بيه هجمات وانج يان. واكتشف ان صاحب المقبره اداله قدرات خاصه وقوه كبيره في السلاح، واستغرب جدا وانج يان من قوته وطمع في السلاح اكتر، واستخدم قوه التحايل عنده وعمل تنين عملاق، واستخدم لين دونج هو كمان كل قوته وحطها في السلاح اللي معاه، وخلاه يطلع تعبان عملاق هاجم تنين وانج يان. وبعد وقت طويل في القتال بينهم قضوا الاتنين على بعض وعملوا انفجار قوي وقع لين دونج وكمان وانج يان، ووقفوا هما الاتنين قصاد بعض. وبعد وقت طويل طعنوا وانج يان، بس اكتشف انه طعن التمثال اللي كان اخده لين دونج من المقبره وطلع من وراه سليم، وحط طاقته في التمثال وخلاه يقاتل وانج يان مكانه، وطبعا ضربه بسهوله وشحنوا تاني لين دونج وامره يقضي على وانج يان خالص، وفعلا عمل كده وقرب لين دونج علشان يقتله، لكن ظهر واحد فجأة وقفه وبعده بعيد عن وانج يان ودمر تمثال لين دونج، وأمروا وانج يان إنه يقتله خالص. فعمل كرة كبيرة من الطاقة المدمرة، وأول ما شافها لين دونج أخذ الطاقة بتاعته من التمثال وهرب، بس الراجل بعته الكرة المدمرة وراه، واضطر لين دونج إنه يتصرف بسرعة وحط قوة اليان اللي معاه لحجر الرون، ونتج منهم قوة كبيرة جدا حمى نفسه بيها، بس للأسف استنفذ معظم طاقته وبقى من الصعب إنه يخف بسرعة، فهرب بسرعة قبل ما يأذوه أكتر من كده. وقف وانج يان واللي معاه مستغربين من قوته، وحاول الراجل يمتص طاقة كل حاجة حواليه، وبعت بيها ضربة مدمرة تانية للين دونج، والمرة دي ساعدته كينجزا واخدته بعدت بعيد، فشكرها لين دونج، بس هي قالت له انها انقذته زي ما هو انقذها، وطلبت منه يوعدها انه يبعد عنها لان الفجوة بينهم كبيرة، وكبرياءه خلاه يقول لها انه اصلا مش حاسس باي حاجة ناحيتها. فقالت له انها بتتمنى تشوفه في تحدي ال100 سلالة، فقال لها انه هيكسب التحدي وهيثبت لها انه يستحقها، فضربته وقالت له ان مفيش فرصة خالص قدامهم مع بعض، وسابته ومشيت. ورجع هو البيت واخد من شياو يان التنين وراح بيه لاخته، واكتشف ان اخته مش عندها مرض لكن روح شريره مسيطره عليها، وطاقه الين اللي اداها لها نجحت في انها تخرج الروح الشريره دي منها وحاولت تهاجمهم، لكن لين دونج استخدم سلاحه وطلع التنين الابيض هاجمها بيها، وبعدها حاربها بطاقته وحاصرها من كل اتجاه، ولما حاولت تهرب حبسها تاني، وطلب من اخته بعد ما فاقت انها ما تخافش وتجمع كل قوتها وتقرب من الروح وتقضي عليها، وفعلا عملت كده. استرجعت اخته كل طاقتها وكمان طاقة اليان زودت قوتها جدا، وشكرت اخته انه انقذها. وقرر لين دونج انه يكمل رحلته في البحث عن كنز القدماء بعد ما اطمن على اخته. ودي كانت نهاية الموسم الاول من مسلسل ماتيريال يونيفيرس، فلو عجبكم اعملوا لايك وشير للفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بنعمله. ولو نفسكم في حاجات معينة نلخصها لكم اكتبوها لنا في الكومنتات واحنا هننفذها. ولحد الفيديو الجاي، سلام.